وفجأة وأنا رايحة أفتح الباب سمعت صوت الخطوات خرج من الليفنج وبيقرب ناحية الأوضة، وعدى من قدام باب أوضتي وراح لأوضة نرمين. وبعدها مسمعتش حاجة، مسكت الباب بهدوء وفتحت حتة منه أشوف إيه اللي بيحصل من غير ما أطلع صوت، عشان أتفاجئ براجل ضخم وشعره طويل ودقنه كبيرة، وكان واقف قدام باب أوضة نرمين، وفضل واقف قدام الباب من غير أي حركة. رجعت لورا وسبت الباب مفتوح عشان ما يعملش صوت، ومبقتش عارفة اتصرف ازاي. وبعد كام ثانية سمعت صوت الخطوات قدام باب اوضتي، وفجأة الباب اتفتح. في يوم من سنة 2019 قررت انا وصحابي نهى ونرمين اننا بدل ما نقضي الاجازة كالعادة في البيت نشوف بيت كده في مكان هادي ونأجره. كنا في العشرينات في الوقت ده وتعبانين ومضغوطين من الشغل، ولقينا فعلا المكان وكان بره المدينة بحوالي نص ساعة. ووصلنا للمكان اللي كان هادي، وكان معانا كميات من السناكس والوجبات الخفيفة، ده غير ان نرمين كانت جايبة جهاز الاكس بوكس بتاعها، وفضلنا نلعب لحد ما بقت الساعة 2 بالليل، وكنا مبسوطين كلنا. وبعدها دخلنا عشان ننام، وانا من كتر الارهاق نمت فورا. البيت كان قديم لحد ما، والجو كان برد جدا وكان فيه اصوات هوا، بس كل ده مفرقش معايا ورحت في النوم. وبعد شوية وتقريبا كانت الساعة 3:30 أو 4 والدنيا كانت لسه ضلمة، بس في حاجة صحتني. خطوات خفيفة وبطيئة جاية من أوضة الليفينج، بس دي خطوات حد مش ماشي طبيعي، ده حد كان ماشي بالراحة عشان محدش يصحى. بس قلت لنفسي ممكن يكون حد قام من البنات تشرب مثلا، وفضلت مركزة على أساس الصوت يروح ناحية الأوض، بس فضل الصوت في الليفينج. كنت عايزة انادي واشوف مين بره بس ما عملتش كده، بس في الآخر الخطوات وقفت وانا رجعت تاني للنوم. وأما صحيت تاني يوم وخرجت للليفينج لقيت نهى ونرمين قاعدين، واول حاجه عملتها سالتهم مين فيهم اللي كانت بتتسحب زي الحراميه امبارح بالليل، بس هما الاتنين بصولي وقالوا انهم دخلوا من التعب ناموا ولسه صاحيين. ضحكت وقلت يبقى اكيد انا اللي كان بيتهيألي، وبعدها ببص على الباب والمفاجاه انه كان مفتوح. رجعت سالتهم تاني لو حد منهم خرج الصبح، وقالوا لا. بعدها شاورت لهم على الباب، اتصدموا. احنا التلاته كنا متاكدين اننا قفلنا الباب. بعدها نهى قالت جايز الهوا فتح او ان الباب قديم فمش بيقفل كويس، واقتنعنا في الاخر ان ممكن حاجة من دي فعلا هي اللي حصل. وبعدها فطرنا وقضينا اليوم نضحك ونتفرج على التلفزيون واتنسى موضوع الباب ده. بس انا كنت حاسة باحساس غريب جوايا، وكنا قاعدين في الليفنج بنلعب والدنيا كانت ضلمة بره، بس شفت زي ما يكون في حد بيراقبني. حاولت اتجاهل الافكار السيئة دي وان كل اللي انا فيه ده مجرد تهيؤات. وعلى الساعة 12:30 بالليل كلنا دخلنا ننام، وانا فضلت على السرير وما كنتش عارفة انام. وبعد شوية سمعت تاني الخطوات اللي بتمشي ببطء وهدوء. فضلت مركزة أكتر، والمرة دي كنت متأكدة إنها مش واحدة من صحابي، لأن كنت أكيد هسمع صوت بيبان أوضهم وهي بتتفتح. في الآخر قررت أقوم أشوف إيه الصوت ده، وفجأة وأنا رايحة أفتح الباب سمعت صوت الخطوات خرج من الليفنج وبيقرب ناحية الأوضة، وعدى من قدام باب أوضتي وراح لأوضة نرمين. وبعدها مسمعتش حاجة، مسكت الباب بهدوء وفتحت حتة منه أشوف إيه اللي بيحصل من غير ما أطلع صوت، عشان أتفاجئ براجل ضخم وشعره طويل ودقنه كبيرة، وكان واقف قدام باب أوضة نرمين، وفضل واقف قدام الباب من غير أي حركة. رجعت لورا وسبت الباب مفتوح عشان ما يعملش صوت، ومبقتش عارفة اتصرف ازاي. وبعد كام ثانية سمعت صوت الخطوات قدام باب أوضتي، وفجأة الباب اتفتح ووقف الراجل قدامي وهو بيبصلي. صرخت بأعلى صوت وهو ما اتحركش حتى من مكانه، ولقيت نهى ونرمين جايين جري حاولوا يضربوه، بس هو كان ضخم وزقهم على الأرض، وبعدها خرج جري وهرب. وبعدها بسرعة كلمنا الشرطة. كنا قاعدين مرعوبين لأن ممكن الراجل ده يرجع تاني. فضلنا ماسكين في ايدينا حاجات ندافع بيها عن نفسنا لو فكر يرجع تاني، لحد ما الشرطة توصل، بس هو ما رجعش تاني أبدا. الراجل ده كان عايز ايه مننا أو حتى من المكان نفسه؟ ده سؤال معرفناش إجابته لحد النهاردة. جايز كان عايز يأذينا، بس اما لقينا كلنا مرة واحدة خاف وهرب. أيا كان، المهم إنها عدت على خير، ودي كانت أول وآخر مرة نفكر نعمل فيها كده.